يا ابني انت وهو بس حرام عليكم كفايه كده. هو انتوا ما بتزهقوش؟ كفايه. المشهد ده بيتكرر كتير بشكل عام وفي الاجازات بشكل خاص. طب نحل الخلافات اللي ما بين الولاد ازاي؟ تعالوا نتفق ان اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ده ما هياش روشتة ادويه هنعملها والموضوع هيخلص على طول. لا، احنا هنفكر مع بعض بصوت عالي وهنقول شويه اقتراحات وهنجرب كل شويه طريقه ممكن تتناسب معاكي او مع سن اولادك، ويا رب في اي حاجه تنفع. اول حاجه، لو الأطفال سنهم صغير قوي يعني لغاية 5 سنين مثلا، هتبدأي تخلقي شخصية تكون بالنسبة لهم مثل أعلى. ويا ريت لو الطفل يكون بالفعل بيحبها، يعني على سبيل المثال شخصية كرتونية أو حتى ممكن يبقى شخص هو بالفعل بيحبه في الحقيقة. وقولي له دايما إن الشخصية دي مش بتزعق ولا بتتخانق وعلى طول بتعمل حاجات حلوة. تاني حاجة، نعلى شويه بقى بالسن بتاعنا من اول 6 سنين واحنا طالعين. طبعا اكيد من البدايه كده هنبقى حاطين قواعد ان احنا البيت بتاعنا ما فيهوش صوت عالي وان احنا كلنا بنتكلم مع بعض بالراحه وباحترام ومحدش بيتخانق. طيب واللي يخالف القوانين دي، في حل جميل قوي. هتجيبي برطمان ازاز هتحطي فيه ورق صغير مطبق وتكوني كاتبه في الورق الصغير ده بعض المهام المنزليه، زي مثلا المكوى، زي تطبيق الغسيل، زي غسيل المواعين، على سبيل مساعدتك طبعا. والطرفين اللي بيتخانقوا مع بعض هما الاتنين هيشتركوا في مساعدتك وهيعملوا المهام دي علشان ما تسيبيش فرصه لحد ان هو يقول كلام مش صحيح عن التاني. ولازم تفهميهم ان مساعدتك في شغل البيت ده مش عقاب، بالعكس دي حاجه ايجابيه جدا، وهم بيساعدوكي علشان يبعدوا عن سبب الخناقه او التنشنه. تالت حاجه، لازم تفهميهم كويس ان انت عمرك ما هتيجي في صف حد او تنصفي حد على حساب التاني، وان وجودك فقط هيكون لانهاء حاله الخناق ده علشان يتعلموا يحلوا مشاكلهم بنفسهم ومش كل حاجه يقعدوا يندهوا عليكي. رابع حاجه، لازم من وقت للتاني كده يكون في وقت بتخصصيه لكل طفل لوحده على حده، تسمعيه وتعرفي بشكل عام ايه اللي بيضايقه علشان محدش من الولاد يبقى مكبوت او حاسس ان اخته او اخوه بيجي عليه. خامس حاجه، في حل ممكن ينفع شويه مع السن الكبير او المراهقين، وهي ان انت تطلبي من ابنك او بنتك في عز حاله الغضب اللي هو او هي فيها يمسكوا ورقه وقلم ويقعدوا لوحدهم ويعبروا عن كل اللي مضايقهم ويطلعوا مشاعرهم في الكتابه. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس يا ترى ممكن نعمل ايه تاني علشان نحجز ما بين الولاد في الخناقات والبيت ما يقلبش حريقه. وانا عارفه انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.